اعلانات البلوجرات مبهدله الدنيا، ومن ساعه بقى ما اعلنوا عن محلات وهمي وانا ولادي كل يوم خناق معايا. تعالي ودينا عند وهمي يا ماما، وعلي عايز ياكل برجر فراخ، وزينه عايزه تاكل برجر لحمه، واحنا بقى انا عندي 3 اطفال وانا وجوزي، يعني احنا 5. يعني لو رحنا كده علشان نتغدى في يوم من الايام كده عند وهمي هدخل في رقم وقدره. قلت لهم بس الحل عندي، واللي ساعدني في الموضوع دوت هي كبه بيور. عايزه اقول لكم انجزت معايا وتحفه التحفه. السلاح بتاعها ستانلس ستيل مكون من 6 شفرات حاميين جدا يقدروا يفرموا اي حاجه تيجي قصادها. كمان الدوره 2 لتر اكليريك ضد الكسر، ومعاها ضمان 3 سنين، وقطع الغيار متوفره، والتوصيل مجانا لكل متابعين مطبخ شيماء ايمن. هنا بقى علشان اوفر جبت الفرخايه دي ب 200 جنيه وخليتها، وانا عامله لكم فيديو ازاي تخلوها لان انا محتاجه صدر فرخه ووركين. البرجر الفراخ لما بيبقى متكون من الصدور والوراك بيديله طعم حلو جدا وطراوه. حطيت كده الصدور والوراك من غير ما اقطع ولا حاجه يا جماعه. الكبه خطيره، بتفرم اي حاجه، ورهيبه قويه جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، الموتور 800 واط. كمان الدرق كبير بيشيل معاكي 2 لتر، حاجه كده في منتهى الجمال. انا هنا بقى فرمت الفراخ، وخلوا بالكم ان هي بتفرم مش بتعصر الفراخ، حاجه كده خطيره. بصوا يا جماعه الفرخه بتاعتي اتفرمت وبقت خطيره ازاي. دول ب 200 جنيه. انا عايزه اقول لكم ان الساندوتش هناك في وهمي ب 175 جنيه. بصوا بقى ال 200 جنيه دول هيعملوا لي قد ايه برجر. تعالوا هنا عند اللحمه، انا جبت كيلو لحمه وحطيتها قطع سليمه زي ما انتم شايفين كده. الكبه قويه جدا انها تفرم اي حاجه، ده اللحمه والفراخ اصعب حاجه طبعا بتتفرم. انا اوريكم اهو اللحمه اتفرمت وبقت تحفه التحفه. طبعا اللحمه دي كانت حمرا خالص، فابتديت ان انا حطيت 20% من الدهون، سواء ليا سواء دوش او بوش، اللي متوفر عندك حطيه. اي دهون عندك حوالي 20% حطيها. انا هنا فرمتها كانت مجمده عندي في الفريزر، فبرضو بتفرم معايا الكبه، وخليتها زي فتافيت السكر زي ما انتم شايفين كده. شايفين يا جماعه خطيره. حطيت هنا الدهون بتاعتي، ضفت بقى على برجر اللحمه عدد 2 بيضه. يبقى احنا حطينا كيلو لحمه ودهون 20% و2 بيضه، والملح بتاعي والثوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود، وبحط معلقه من بودره الديمي جلاس بتدي تيست رهيب للبرجر يا جماعه. جيبوه من عند العطار. وبحط كيسين من بهارات البرجر، اي ماركه واي نوع المتوفر عندكم. هقلب بقى كل المكونات ديت مع بعض وادمجها مع بعض كده عشان خاطر يبقى البرجر بتاعي معايا جاهز. وبعد ما ادمجها اضيفها برضو للكبه علشان تندمج مع بعض وتعمل شعيرات، وبكده يبقى انا عملت البرجر بتاعي مظبوط. عايزاكم كلكم بقى تنزلوا في الكومنتات وتقولوا لي تسلم ايدك يا شوشو، وتستاهلي 10 من 10 يا شوشو. طبعا البرجر كده زي الفل. الناس بقى اللي هي عايزه تزود الكميه وعندها بنات بتحب تستخدم فول الصويا، استخدموا فول الصويا، هو بيزود هرمونات الانوثه يا جماعه للامانه، فاستخدميه للبنات. انا عندي زينه هي اللي عايزه برجر اللحمه فزودت فول صويا عشان اكتر الكميه. وكمان هي مفيده، يعني الفول الصويا ده مفيد للبنات لكن للصبيان مش مستحب. وخلوا بالكم احنا حاطين ربع كيلو على كيلو اللحمه. ربع كيلو الفول الصويا ده بمقام كيلو لحمه تاني، انت بتجيبيه بحوالي 40 او 45 جنيه، بيكتر لك الكميه. وعايزه اقول لكم ان كل البرجرات اللي موجوده في السوق كلها فول صويا. نص كيلو لحمه بيحط لها نص كيلو فول صويا، فانا حاطه طبعا نسبه قليله مش كتيره بس بتكتر لك الكميه. بسم الله ما شاء الله، بصوا الكميه بقت عامله ازاي. بنعصره كويس قوي بعد ما بننقعه، وابتدي اضيفه برده في الكبه وادمجه مع بعض لغايه لما يطلع شعيرات. بصوا يا جماعه الكبه بتاخد معايا كميه كبيره جدا، مش اللي هي بقى معلقتين معلقتين، لا بسم الله ما شاء الله. الدوره 2 لتر بياخد كميه كبيره من اللحوم او الفراخ او البصل. يعني انا بحط البصل سليم من غير ما اقطعه، وبحط الطماطم سليمه بتخرط الملوخيه، بتخرط الخضره من غير ما تعصرها. بجد خطيره. كمان الكبه معاها 3 اسلحه هوريهم لكم، بتعمل كمان تقشير التوم وبتخفق البيض وبتعمل كل حاجه. خلاص انا هنا فرمت بقى جزء من اللحمه. بصوا شايفين الفرق ما بين اللي اتفرم واللي ما اتفرمش؟ ده بيبقى اندمج كله مع بعض. ببتدي افرم باقي اللحمه. يعني بسم الله ما شاء الله، كيلو لحمه 20% دهون، ربع كيلو فول صويا بمقام كيلو، كل ده اتعمل على مرتين بس. انتم متخيلين يا جماعه؟ الكبه خطيره يا جماعه، والتوصيل مجانا لكل متابعين مطبخ شيماء ايمن، وسعرها تحفه تحفه تحفه. مش هتلاقوا السعر ده بره ابدا، هم سعرهم اقل من بره 200 جنيه.
من الاسعار التانية. بصوا يا جماعه طلعت شعيرات اهي واندمجت مع بعض وبقت خطيره. هنسيبها بقى تتشمع مع بعض كده هو في التلاجة على بال ما نعمل برجر الفراخ الخطير. بجد هيعجبكم جدا جدا واحسن من بره مليون مره. هنا هو طبعا حطيت كيس من البيكنج باودر على كيلو اللحمه وربع كيلو فول صويا و20% من الدهون، فانا حطيت الكيس كامل. لو انت مش هتستخدمي فول الصويا حطي نص كيس، يعني معلقه صغيره من البيكنج باودر. نبتدي بقى نعجنها وندمجها. عايزه اقول لكم ان فايده البيكنج باودر ان هي بتخلي البرجر القرص بتاعه ما يكشش معانا واحنا بنسويه، فاللي حابب يحطه واللي مش فارق معاه ما يحطوش، وشايف ان هو ضرر ما فيش مشكله خالص. خلاص كورتهم كلهم قد بعض. تعالوا نعمل بقى البصل. بصوا البصل انا بحطه يا جماعه ما بقطعوش، ما عنديش وقت انا اقطع بصل والكلام دوت. مش عارفه بقى في ناس زي كده بيكسلوا برضو يقطعوا بصل والكلام دوت، ولا انا بس اللي كده؟ مش مكسله والله، انا عايزه حاجه تنجزني. انا بحب اعمل كل حاجه بايدي في البيت، بس عايزه بقى حاجه زي كبه بيور كده تنجزني في كل حاجه بصراحه. خلاص حطيت التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وبحط كيس من الفيجيتار في برجر الفراخ. وفي برجر اللحمه حطينا معلقتين من بودره الديمجلاس. عايزه اقول لكم بتدي تيست حلوه قوي. هحط معلقه صغيره من بيكنج باودر علشان خاطر الهشاشه، وبحط كيسين من بهارات البرجر، اي نوع واي ماركه بتجيبيها وتحطيها بتبقى حلوه جدا جدا وبتفرق جدا. وبنزل كمان بعدد 2 بيضه، ما تقولوش ان هي هتزفر، البيض بيدي تماسك حلو وهايل للبرجر بتاعنا، بجد خطير. هنبتدي بقى نعجن الكلام ده كله مع بعض، ولحد كده برجر الفراخ بتاعنا خلص وبقى تحفه التحفه. مش عايزه اقول لكم سهل قد ايه وحلو ولذيذ وخطير ويجنن بجد تحفه. طبعا احنا المصريين بنحب نزود الكميه، ده اساسي. ضفت بقى هنا رغيف من الفينو كان عندي، المفروض ان انا كنت انقعه بس انا بصراحه زي ما قلت لكم كده كنت مكسله. وضفت كمان معلقتين من لبن البودره، بيدي تيست حلو قوي قوي لبرجر الفراخ، يعني الناس اللي عايزه تزود تغذيه للولاد. لكن هو تمام وزي الفل كده حتى لو انت ما ضفتيش اللبن البودره. هنبتدي بقى نضرب كل دوت برده في الكبه علشان خاطر يندمج بقى كله مع بعض ويبقى برجر تحفه التحفه. طبعا احنا هنا مش ضايفين فول صويا يا جماعه، انا باكد انا ضفت رغيف فينو، عايزه تضيفيه ضيفيه، مش عايزه تضيفيه ما تضيفيهوش. طب لو انت مش عايزه تحطي فينو حطي بقسماط، اي اضافه انت حابه تزوديها. يعني البقسماط علشان كمان يمتص المواد السائله اللي جوه البرجر ويخليه كده قطعه متماسكه، فاحنا بنضيفه عشان كده يعني يشرب السوائل اللي جوه برجر الفراخ، لان احنا مش عصرين البصل. خلاص هنا هو البرجر بتاعنا خلص بتاع الفراخ. هبتدي بقى اعمل كل البرجر. انا هنا فضيت نص البرجر. بصوا اللي بيتطحن مع بعض بيبقى شكله عامل ازاي ومدموج ازاي، واللي مش مطحون بيبقى شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان الكبه بجد خطيره، ندمان اللي ما جابهاش، واللي جابها من ورايا يقول في الكومنتات جابها وحلوه قد ايه وعمليه وبتعيش وخطيره. عايزه اقول لكم ان الدرق بتاعها ضد الكسر يا جماعه، ما بيتكسرش، وكمان معاكي ضمان 3 سنين وقطع الغيار متوفره، بجد خطيره. عايزه اقول لكم بقى ان التشكيل سهل قوي. انا بجيب غطا برطمان، حتى لو عندك مكبس انا بركنه، بجيب غطا برطمان وبقطع اكياس التلاجة كده. لو انا ما عنديش اكياس من البرجر جايباها، اكياس التلاجة كده بقطعها 4/4 وببتدي احطها واحط فوقيها كده البرجرايه وابتدي ابططها، وبقى عندي احلى برجر في الدنيا، سواء تشكيل لحمه او الفراخ بنفس الشكل. بسم الله ما شاء الله. اللحمه معايا الصف فيه 4 قطع برجرات، اللحمه عملت معايا 5 صفوف يعني 20 قطعه برجر، والفراخ عملت معايا 3 صفوف يعني 12 قطعه برجر. 20 و12 يعني 32 قطعه برجر. البرجرايه لو هنقول في وهم ب 150 جنيه، شوف انت دفعتي قد ايه ووفرتي قد ايه. تكمله بقى للتوفير، تعالوا نعمل المايونيز في البيت. ضفت هنا كوبايه من الزيت وسبتها تضرب كويس في الكبه في السلاح بتاع الخافق، وضفت عدد 2 بيض، وضفت معلقه خل ومعلقه مستردة ورشه ملح، وكمان معلقتين كبار من السكر، وكده يبقى المايونيز البيتي اتعمل معانا في البيت. بدل ما تجيب البرطمان بره معدي ال 100 جنيه، لا اعمليه في البيت، هي كوبايه زيت وبيضتين، يعني الموضوع مش مكلف خالص. لو عايزين بقى ان انا اعمل لكم المايونيز اللي هو بالبيض المستوي مفيش مشكله، قولوا لي في الكومنتات واعمله لكم مخصوص ان شاء الله. هبتدي هنا ابشر جزرايه واجيب الكرنبايه بتاعه السلطه وابتدي اقطعها كده. هو انا بحطها برده في الكبه سليمه. عايزه اقول لكم الكبه منجزه بصراحه، يعني كل حاجه بحطها سليمه بتفرمها لي. انا بفرمها فرم بسيط علشان خاطر انا مش عايزاها تتفرم خالص. هنبتدي بقى نشيل كده الكرنب، لو في ورقتين ولا حاجه على الوش كده نشيلهم، وكده الكرنب اتقطع معايا. بدل ما اقطع بالسكينه وتاخد معايا وقت، لا الكبه بتنجز
تنجز يا جماعه. كبه بيور، الخسران اللي ما جابهاش عنده في البيت، بجد تحفه تحفه، كبيره وبتسعى وبتشيل وخطيره وسعرها حلو، وكمان معاها ضمان ومعاها توصيل مجانا. يعني عايزين ايه اكتر من كده؟ بجد خسران اللي مش عنده كبه بيور، بجد خطيره خطيره وعلى ضمانتي الشخصيه يا جماعه. عايزه اقول لكم هنا انا نزلت بقى بالكول سلو اللي احنا عملناه مع بعض، دمجنا بقى الجزر مع الكرنب مع المايونيز، وبقى عندك احلى كول سلو في الدنيا، بجد خطير. هتضيفي عليه بس 5 معالق من السكر، او لو عايزه تحطي عسل نحل حطي برضو مفيش مشكله. خلاص كده المايونيز اتعمل، البرجر بتاعنا معانا اتعمل. تقدري بقى ايه تعمليه سندوتشات بالطريقه اللي تعجبك والاضافات اللي انت حباها، مش قادره اقول لكم بتبقى تحفه قد ايه. خلاص هنا ضفت برضو معلقه خل بسيطه كده، ودوقي طبعا وشوفي الحقيقه عامل ازاي. خلاص المايونيز بتاعي اتعمل تحفه تحفه. بصوا انا عامله يعني طبق كبير قوي قوي، شوفوا ده سعره بره بكام بقى يا جماعه. هنضيف هنا حته زبده صغيره، وبنزل بقى بالبرجر بتاعي. انا عايزه اوريكم ان هو ما بيكشش بسبب البيكنج باودر. شايفين حطيت هنا واحده لحمه وواحده فراخ، عملت تيست كده بجد خطير. بصوا بيستوي على طول، مش تخين قوي، وتحفه تحفه تحفه تحفه. لازم تجربوا برجر الفراخ واللحمه يا جماعه، هيعجبكم قوي 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 بجد وهتدعولي. بصوا الجمال والحلاوه يا جماعه، خطير بجد خطير. هنا برضو حطيت حته زبده بسيطه، وببتدي بقى احمر الكايزر بتاعي برضو. لما بيبقى متحمص كده وواخد حته زبده كده بيبقى برضو حلوه قوي. خلاص هنا هو خلاص بعد ما حمرته نبتدي بقى نطبق السندوتشات بتاعتنا. ممكن تحطي كاتشب، تحطي مايونيز، تحطي مستردة، تحطي كابوتشا، طماطم، بصل، تحطي بقى البرجر بتاعك، تنزلي بقى بقطعه شريحه جبنه، اللي انت عايزه تحطيه حطيه، بجد بيبقى حلو قوي ونضيف وكميه ما شاء الله. يعني احنا لو حسبنا بس ان ال 32 قطعه، لو البرجرايه الواحده واقفه عليكي ب 100 جنيه، فانت عامله حاجات ب 3000 جنيه، وهي اصلا ما كلفتكيش 500 جنيه. انت متخيله الفرق يا جماعه؟ احنا دافعين قد ايه بره، وجوه بيتعمل بكام. عايزه اوريكم ان هو جوسي ولوسي وتحفه التحفه. اتمنى بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت جميل، واحفظوا الفيديو وان انتوا تاخدوا شير عندكم. بحبكم.